بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معانا مشكله كبيره، في ناس كتير صناعيه كتير شاكه في البلاطه دي ان هي بتتلزق بماده ولا من غير ماده. فطبعا احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنقول لكم البلاطه دي بتتلزق بماده ولا من غير ماده، هنفيدكم فيها باذن الله. كمل معانا لاخر الفيديو وان شاء الله تستفيد. طبعا دي بلاطه كليوباترا عاديه، ده وشها وده ظهرها، بس الظهر ده تقليد البروسلين، تقليد البروسلين، فالناس شاكه فيه ان هو بيتلزق بماده، لكن هو اصلا ما بيتلزقش بماده. نوريكم طريقه تركيبه. طبعا هي شركه كليوباترا بتعدل من نفسها وعامله ظهر البلاطه شبيه للبروسلين، يعني تقليد البلاطه البروسلين بالظبط الهند، لكن هي بلاطه كليوباترا عاديه والظهر ده عامل كذا بامونه سمراء، وهنوريكم طريقه التركيب. طبعا كل واحد وله طريقته في الفرد، بس هي دي الطريقه الصحيحه ان شاء الله. من اهم التركات لازم نلزقها على صليب الكليسات زي ما موضح كده، وبنلزقها على نظام ليزر بنعملها معامله البروسكوب بالظبط. طبعا الصليبه بنحطها، الصليبه يا جماعه لما بيجي الصناعات تحطها معلومه دي للصناعيه اخواتي، لما بيجي تحط الصليبه في ناس بتحطها كده وخلاص، لا الصليبه لازم تحطها كده وتسوقها لقدام سنتي كده، تقوم تعشق معاها، غير كده ما بتبقاش معشق. طبعا البلاطه بيبقى في ظهرها ثابت او نفرتيتي، تمشي على نفرتيتي على الثابت، احنا ماشيين على الثابت. طبعا البلاطه لما بتتحط بتحتاج 3 ضربات بالهزاز بس. طبعا ما ينفعش اكمل عليها جامد متكامل بالهزاز، احنا بس هنقف على كده، وبعد كده هنكمل بايه؟ هنكمل بالشاكوش الجلد بتاعنا او بالمدقه زي ما بنسموه. معنى ان البلاطه مطلعه معايا زلاليه كده من فوق كده، ده دليل ان البلاطه مخدمه مليون جنيه، طلعت من هنا وطلعت من هنا وهنا، كده دليل ان مفيش حته فاضيه في البلاطه. طبعا زي ما شفتوا معانا كده هي طريقه التركيب، وهنوريكم الشغل متركب. طبعا زي ما انتم شايفين معانا كده دول قطين وبينهم طرقه صغيره، احنا مدخلين اللحام على ميزان الليزر هناك اهو. طبعا جايبين اللحام واحد، ما عملناش هنا عتب، هنا مفيش عتب، هنا الاوضه مشتركه بالاوضه والشقه كلها على لحام واحد. طبعا اغلبيه الناس بتعمل هنا كده، بتشق هنا كده شقيق وبتشق هنا كده شقيق وبيبقى في عتبه، لا هنا الشغل كله ماشي موحد زي ما انتم شايفين كده. دي الطريقه. طبعا البلاط لسه ملزوق وتخديم مليون المية، ودي الطريقه الصحيحه للبلاطه الكليوباترا اللي ظهرها تقليد البروسلين، ودي اللحامات عن قرب اهو. طبعا ما ينفعش تقلل اللحام عن كده، لو قللته عن كده البلاط ممكن يتقطع منك ويحصل فيه عمليه تمرد، ولازم تسيب سنت جنب الحيطه كده زي ما موضح كده، لازم السنت ده تسيبه كده، السنت ده لازم تسيبه كده. طبعا افضل حاجه ان انت تمشي الشغل على بعضه لحام واحد زي ما انا ممشي لك كده، رغم ان هي بلاطه صغيره بس احنا ممشيينها ايه كلها واحد. الشقه هتمشي من هنا كده الوطين على بعض، واللحام ده كده هيكمل معاه لغايه اخر الصاله هناك باذن الله. لو لسه مكمل معاه لغايه هنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ودمتم في رعايه الله.